تعالوا مع بعضنا نديروا كنافة المقلاية على الغاز بطريقة سهلة وبسيطة. عندنا هنا نص كيلو كنافة كان مجمد في الفريز، قطعته بالموس أو بالمقص اللي عند ما يقدر نفس ما شايفين. بعدين هنا ضفت عليه معلقتين كبار من السكر الناعم وسمن مخلط بالزيت. بعدين هنا ضفت اللون اللي هو الصناعي برتقالي، لكن ما نعرفش عد شو صار. قاعدين يظنوا عليا حطي يا ماما، حطي منه شوية يا ماما يخلي الكنافة لونها برتقالي، لكن مش عارفة عد. المهم بعدين جبت مقلاية دهنتها شوية زيت، وحطيت نص الكمية بتاعة الكنافة، وضفت زبيب جوز هند قرفة اختياري، يعني الحشو اختياري، ممكن تحطوا مكسرات تحبوا، مهلبية النشا أو قشطة عادي. بعدين حطيت الطبقة التانية وضغطتها كي ضغطة كويسة. أهم حاجة أن تقعد من الأجناب مرتفعة شوية. بعدين على نار وسط نقدر نقلبه من جميع الاتجاهات، وممكن بأي حاجة تختبروها تشوفوها من جنب إنها طابت من تحت، لأنها ما تاخدش يعني وقت واجد. بعدين هنا قلبتها بمقطع طنجرة على الجهة الأخرى، وقاعدة نقلب فيها شوية لعند ما طابت. بعدين هنا ضفت باقي الكنافة، حطيت شوية دهنت يعني بسيط زيت أو سمن. كنت مجهزة الكستردة كيف ما قلت لكم، الحشوة اختياري. وبعدين ضفت باقي الكنافة وتميت نضغط كي ضغطة بسيطة مش واجد يعني، على نار وسط. كيف ما قلنا نقدر نقلبه بشوية هيك، هي متاخدش وقت أصلا تتحمر بسرعة. أنا قلبتها الجهة الأخرى. انتوا تقولوا أكيد حتقولوا صريب وقصة في الكوشة خير، لا، ممكن الضي يكون قاطع وحد خاطرها بيكون نافع. المهم هي كانت باردة والعسل كان ساخن، صقيتها بالعسل وزينتها من فوق بالفستق، بجد طعمها يهبل، بديت اللي بالكستردة. جربوها إن شاء الله تعجبكم، ونشوفكم في وصفة جديدة أو في فيديو جديد. ولو تبوها مثلا رطبة، أنا اللي محشية زبيب وجوز هند جت مقرمشة المقرمشة التانية اللي بالكستاردة جت رطبة. لو تبوها مثلا رطبة غطوها بمقطع طنجرة. نشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.